اهلا بيكم، معاكم شادي حبشي في تاريخ الجغرافيا. هنتكلم عن الكوره جوه الملعب وبره الملعب، هنتكلم عن الكوره بشكل مختلف خالص. يلا بينا. لو مسكت خريطه المانيا هتلاقي ولايه اسمها مميز جدا، ولايه سارلاند. الولايه دي مكانها في جنوب غرب المانيا، وهي الولايه الاصغر جوه المانيا من ضمن 16 ولايه تانية. الولايه دي على حدودها في فرنسا ولوكسمبورغ، وده كان دايما بيديها طابع ثقافي مميز جدا. والولايه دي عاصمتها مدينه اسمها ساربروكن، مدينه مش معروفه لناس كتيره جدا انها موجوده اصلا جوه المانيا. وجوه مدينه ساربروكن ده هيبتدي قصه نادي من الانديه الكتيره اللي موجوده في المانيا. سنه 1876 هيتاسس نادي جوه المدينه ده اسمه تي في 1876 مالشتات. تي في هي اختصار كلمه المانيه تونفرين، وده كان نادي في البدايه نادي جمباز. 18 ابريل 1903 جوه النادي ده هيتعمل قسم خاص بكره القدم. سنه 1909 هيتغير اسم النادي ده وهيبقى اختصاره اف في مالشتات بورباخ. اف في هي اختصار برضو الكلمه فوبلفراين اللي هي كلمه كوره بالالماني. مالشتات بورباخ هي المنطقه اللي هيتعمل فيها النادي ده. لكن في 1 ابريل 1909 هيتغير اسم النادي لثالث مره، هيبقى اف في ساربروكن، يعني نادي ساربروكن لكرة القدم. وكلمة ساربروكن أصلا اللي هي اسم المدينة هي متقسمة لجزئين، سار اللي هو نهر السار، بروكن اللي هي الجسور، لأن المدينة دي كان فيها جسور كتير. النادي ده رغم إنه هو مش معروف إلا إنه في الثلاثينيات كان نادي صاحب إنجازات في الكرة الألمانية، وقدر سنة 1931 و32 ان هو يتأهل لنهائي البطولة اللي كانت بتتلعب في جنوب غرب المانيا. في الوقت ده ما كانش في حاجة اسمها في المانيا البوندسليجا، كان في الاول في حاجة اسمها جاوليجا. جاوليجا ده كان الدوري اللي بيتلعب في الوقت ده وكان دوري مقاطعات. لكن مع 1935 هيبقى في حدث جديد، ان المانيا هتعمل 5 دوريات للجمهورية كلها. الدوري اسمه اوبرليجا، واوبرليجا سود، اوبرليجا سود فيست، اوبرليجا برلين، اوبرليجا نورد، يعني في كل منطقة سواء جنوب او جنوب غرب او شرق، او اوبرليجا برلين اللي هي في مدينه برلين، بيتعمل دوري في كل مقاطعه وبياخدوا الاول من كل مقاطعه بيروح بيلعب بعد كده دوري مجمع لالمانيا كلها. الحقيقه ان نادي ساربروكن نجاحاته ما كانتش كتيره جدا. سنه 1941 قدر يوصل للنهائيات في بطوله اوبرليجا سودفست اللي هي كان بيلعب فيها، لكن في النهايه خسر من نادي كيكرز اوفنباخ وما قدرش يطلع للدوري المجمع لالمانيا كلها. سنه 43 قدر يلعب دوري في المقاطعه بتاعه سار، كسب وبالتالي اتاهل لاول مره انه يلعب في نهائيات المانيا. خسر في المباراه النهائيه، بس بيعتبر ان المركز الثاني في الوقت ده بالنسبه للنادي ده هو انجاز تاريخي. لكن حال الدنيا كله هيتغير، لان بعد كده هيبقى فيه الحرب العالميه الثانيه اللي اثرت بشكل مباشر في كل مجالات الحياه ومنها الكوره، لان القوات الحليفه في 5 أكتوبر 1943 ضربت قنبلة على مدينة ساربروكن بما إنها مدينة صناعية، ودي أثرت على المدينة كلها، وبما فيهم الاستاد بتاع النادي اتضرب والمدينة كلها حالها اتغير. موسم 1943-44 نادي ساربروكن انضم لنادي تاني اسمه ألتن كيسل، عملوا نادي مع بعض، لكن في النهاية برضو ما قدروش يوصلوا لنهائيات البطولة بتاعت ألمانيا. يوم 23 يونيو 1948 ده كان آخر مرة نادي ساربروكن هيلعب ماتش جوه الدوري الألماني، لأن بعد كده مقاطعة سارلاند كلها مش هتبقى تابعة لألمانيا أصلا. بعد الحرب العالمية الثانية هتبقى تحت السيادة الفرنسية. ونتيجة طبعا الأحداث دي نادي ساربروكن قدم طلب لاتحاد الكرة في فرنسا إن هو ينضم ليهم، وتمت الموافقة إن هو يلعب في الدوري الدرجة الثانية في الدوري الفرنساوي، لكن كمان غيروا اسمه من ساربروكن لساربروك عشان يناسب الثقافة الفرنسية. الفريق قدر يكسب دوري الدرجة الثانية، لكن كان في تعنت من اتحاد الكرة الفرنسي، ما حطوش نتائجه وبقت غير مدركة أصلا في سجلات الاتحاد، وبالتالي هو كان بيلعب ماتشات كأنها ماتشات ودية. من سنة 49 لسنة 51 كان بيلعب بطولة داخل مقاطعة سارلاند. البطولة دي كانوا بيقدروا يعزموا فيها فرق من العالم كله، لدرجة ان نادي ساربروكن كان اول نادي في التاريخ من المانيا يقدر يكسب ريال مدريد 4-0. قدموا كرة ممتعة جدا في الوقت ده، لدرجة ان رئيس الاتحاد الدولي جون ريمي زارهم قبل كده، وكان بيقول الفيفا ان نادي ساربروكن بيقدم اكتر كرة مثيرة في اوروبا كلها. مع سنة 51 هيرجع تاني يلعب في الكرة الالمانية، لكن كان في حدث غريب جدا في ناس كتير ما تعرفوش، ان من سنة 50 لسنة 56 ولاية سارلاند كلها قدمت طلب للفيفا ان هم يبقوا منتخب مستقل. في البدايه كانوا بيلعبوا ماتشات وديه ما كانتش رسميه لحد ما اعتمدوهم، وما تستغربش لما تعرف ان في وقت من الاوقات المنتخب ده دربه مدرب تاريخي لالمانيا اسمه هيلموت شون. درب المنتخب قبل كده لمده 18 سنه وكسب معاهم كاس العالم. دربهم 4 سنين، حققوا نتائج مميزه، منهم مثلا ان مره كسبوا فرنسا 3-2، لعبوا تصفيات كاس العالم 54 ووقعوا مع المانيا الغربيه في المجموعه وخسروا منها. والمفاجاه الثانيه الكبيره ان في الوقت ده كان اول نسخه للتشامبيونز ليج موسم 55-56، ونادي ساربروكن كان
ممثل ولايه سارالاند اللي هي مستقله، ولعبوا في الشامبيونز ليج، وكمان لعبوا ماتش قدام اي سي ميلان الايطالي اتعادلوا في الذهاب 1-1، وعندهم لاعب تاريخي سجل هدف اسمه هيربرت بينكرت، وفي النهايه خسروا بمجموع الماتشين من اي سي ميلان، لكن يظل ده حدث مهم جدا في تاريخ النادي. مش بس كده، في يوليو 52 لعبوا بطوله اسمها كوبا ريو، ودي كانت اول نسخه يعني تقدر تقولي كانت البدايه لفكره كاس العالم للانديه، وقدموا فيها ماتشات كبيره مع انديه زي كورنثيانس البرازيلي، وطبعا دي كانت حاجه بتساهم في السمعه الدوليه بتاعت نادي ساربروكن اللي مش معروف لناس كتير. 2 اغسطس 53 افتتحوا الاستاد الجديد بتاعهم جوه المدينه، لوج فيس بارك ستاديون، وده كان حدث مهم جدا للمدينه. لكن بعد الخلافات دي كلها رجعت تاني ولايه سارالاند ضمن دوله المانيا، وهيرجعوا تاني يلعبوا في الكره الالمانيه. وكانت المفاجاه ان نادي ساربروكن من ضمن 16 نادي افتتحوا اول نسخه للبوندس ليجا سنه 63. لكن بسرعه اول نسخه ورجعوا تاني بسرعه هبطوا للدرجه الثانيه للمكان اللي هم بيرتاحوا فيه دايما. في الوقت ده في المانيا ما كانش في حاجه اسمها بوندس ليجا 2 اللي هي دوري الدرجه الثانيه، كان في حاجه اسمها ريجونال ليجا، ودي اللي كانت برضو تعتبر دوري مقاطعه في الدوري الدرجه الثانيه. محاولات كتيره جدا للصعود لكن كانت كلها بتبوء بالفشل. لكن سنه 1974 اتاسس حاجه اسمها بوندس ليجا 2، وهنا لما جم يبصوا على دوريات المقاطعات مين يقدر يصعد يلعب فيها، ما كانش نادي ساربروكن النقط بتاعته تسمح له، لكن كان حظهم حلو ان في نادي تاني اسمه ألسنبورن ما كانش موفي الاشتراطات، وبالتالي اخدوا ساربروكن يلعب مكانه في الدرجه الثانيه. لكن بعد غياب سنين موسم 75 76 قدروا ان هم يكسبوا دوري الدرجه الثانيه، وبالتالي هيلعبوا في البوندس ليجا السنه دي، وفي نفس السنه دي لعبوا في الكاس قدام بايرن ميونخ وكمان خسروا منه. موسم 76 77 كان اول موسم ليهم بعد غياب سنين في البوندس ليجا، وكانوا بيحاولوا يقعدوا في الدوري لحد كان عندهم ماتش مهم جدا يوم 16 ابريل 77 ضد بايرن ميونخ. متخيل معايا ان هم قدروا يكسبوا بايرن ميونخ اليوم ده 6-1. لكن الموسم اللي بعده 77 78 ساءت النتائج جدا، وقدر بايرن ميونخ يرد لهم الهزيمه دي وكسبوهم 7-1، وكان سبب مباشر لرجوعهم تاني لدوري الدرجه الثانيه. سنين تاني من المحاولات للصعود لحد ما حصل ده. موسم 84 85 قدروا يصعدوا تاني للبوندس ليجا، لكن موسم 85 86 ما كملوش غير الموسم ده ورجعوا تاني هبطوا لتحت. دايما الفريق ده عنده تحديات صعبه جدا، وهو نادي مش من الانديه المعروفه في مقاطعه كمان مش معروفه. موسم 87 88 الفريق في دوري الدرجه الثانيه كان عنده مشكله كبيره جدا ان هو خلاص كان قرب يهبط لدوري الدرجه الثالثه، لكن قعد في الدوري بفرق نقطه واحده بس. موسم 88 89 بداوا الموسم مع مدرب اسمه فيرنر فوكس، والفريق في مفاجاه قدر يحقق المركز الثالث في دوري الدرجه الثالثه، وفي الوقت ده في المانيا كان الثالث من دوري الدرجه الثالثه بيلعب ماتش فاصل مع الفريق ال16 من دوري الدرجه الاولى او البوندس ليجا، بيلعبوا ماتش ذهاب وعوده واللي يكسب هو اللي بيكمل. يعني هم دلوقتي عندهم فرصه يلعبوا ماتش فاصل، والماتش ده قدام نادي اينتراخت فرانكفورت، وده نادي من الانديه العريقه جدا في المانيا. طبعا اينتراخت فرانكفورت نادي متسلح بتاريخ قوي، انه من ساعه لما بدا البوندس ليجا عمره ما هبط لدوري الدرجه الثانيه. ساربروكن في نفس الوقت متسلح بلاعب من افريقيا قوي جدا جدا جدا، سجل في رحله السنه دي 9 اهداف في الدوري. يوم 21 يوليو 89 الماتش هيتلعب في ملعب فرانكفورت. الماتش ده كان ماتش عنيف جدا جدا. شارلي كروبل وده لاعب تاريخي في نادي اينتراخت فرانكفورت، حاجه كتير جدا ان ازاي اللعيب الافريقي ده تعبه جدا، ان هو كان لعيب قوي عامل زي الحيطه الاسمنت. عنف متبادل 7 انذارات، لكن في النهايه المنطق انتصر وفرانكفورت يكسب 2-0. وكده تاني مدينه ساربروكن اللي بتحلم برجوع للبوندس ليجا عندهم ماتش صعب جدا. يوم 25 يوليو 89 على ملعبهم بيستضيفوا فرانكفورت وبيحاولوا ان هم يعملوا معجزه. 35,000 مشجع عندهم حلم في 90 دقيقه، كله متجمع على الحلم ده. وفي البدايه اللاعب الافريقي ده ينكش الكره ويسجل جون حلو قوي ويرجع الامل جامد جدا. فاضل 80 دقيقه محتاجين يسجلوا هدف يتعادلوا، وبعد كده ممكن يتلعب ماتش فاصل ثالث، لكن رجع بعد كده فرانكفورت سجل هدف، لكن ظهر تاني اللاعب الافريقي ده سجل هدف تاني، خلص في النهايه الماتش 2-1 وانتهى حلم ساربروكن للصعود. لكن مين بقى اللاعب الافريقي اللي انا اتكلمت عليه ده واللي عملت عليه كل المقدمه دي؟ لاعب افريقي هنحكي حكايته من الاول، اسمه أنطوني يابوا. أنطوني يابوا لاعب غني مواليد 6 يونيو 1966 في مدينه كوماسي الغنيه. لاعب من يوم ما بدأ قوي مفرط في القوه، لعيب اتولد ان هو يبقى مهاجم رقم 9 ويسجل اهداف. بدا مسيرته في نادي مشهور جدا اشانتي كوتوكو، بدا وهو صغير موسم 81 82، ولما قعدت ادور لقيته اعترف بعدها بسنين لجورنال كيكرز في المانيا ان هو كتب في تاريخ ميلاده سن غير السن الحقيقي، كتب فيه مواليد 1964 مش 66. دايما بنعرف ان الناس لما بتيجي تزور بتصغر سنها مش بتكبر سنها، لكن هو قال ساعتها ان هو اتصعد للفريق الاول وهو عنده 15 سنه، فهناك في القانون في غانا كان ممنوع انه يلعب، وبالتالي كبر سنه عشان يقدر يلعب.
موسمين في اشانتي كوتوكو لحد بعد كده ما انتقل لنادي اسمه كورنر ستون. مع موسم 86 87 انتقل لنادي اسمه اوكوا يونايتد، وهنا كان الانفجار لانه لعب 35 ماتش. متخيل معايا انه جاب 35 جون، ودي كانت البدايه انه بدا ينضم لمنتخب غانا الاول او البلاك ستارز. غانا في الوقت ده ما تاهلتش اصلا لكاس الامم 1986. لعب اول ماتش دولي ليه يوم 20 فبراير 1986 في ماتش ودي ضد ايران في مدينه طهران. لكن طبعا بعد ما كسب هداف الدوري الغاني برصيد 35 جون كان طبيعي ان لاعب بالموهبه دي انه هيدور على فرصه ثانيه. لكن هنا كان كلمه السر شخص عجيب جدا، هيرالد دوبيركي. ده راجل الماني بيشتغل في اتحاد البوكس. قال له بص انا ما بفهمش في الكوره، لكن انا هجيب لك حد بيفهم في الكوره عشان انا شايف موهبتك. جاب له وكيل اعمال الماني اسمه يواكيم لوكيل. الراجل طبعا اول ما شافه فهم ان معاه منجم ذهب. لاعب زي ده مستحيل انه يكمل في الكوره في غانا ولازم يحترف. اخده من ايده وطلع على المانيا ياخدها كعب داير يدور له على نادي. البدايه في يناير 88 اخده على نادي بروسيا دورتموند الالماني، نادي كبير كان بيدربه في الوقت ده مدرب اسمه رينهارد سافتيج، والفريق كان بيصارع الهبوط. في الوقت ده اتقابل مع لعيب كبير جدا في المانيا اسمه اندراس مولر واتمرن معاهم كذا مره. كان بيحكي ان الجو كان برد والمدرب ما كانش مركز معاه قوي لان كان عنده مشاكل في الفريق، وكان بيقول له انت لاعب كويس عندك هامش تطور، بس للاسف انا ما عنديش وقت اركز مع لعيبه صغيره. وكيل اعماله اخده من ايده وطلعوا على نادي ساربروكن، والناس اقتنعوا بيه جدا انه يلعب في الدرجه الثانيه. بس انا قعدت اسال نفسي سؤال، هل اختيار المانيا ده كان اختيار عادي وسهل ولا كان اختيار صعب للاعب من غانا او لاعب افريقي او لاعب صاحب بشره سمراء؟ في الحقيقه ان المانيا في الفتره دي العنصريه كانت بتضربها وبشده. في الخمسينيات في المانيا عملوا برنامج اسمه العمال المهاجرين، ودول الناس اللي جايين من دول تانية يشتغلوا في المانيا. كانوا بيعانوا في البدايه من العنصريه، لكن مع الثمانينات كان في اجيال كتير طلعت وبدات تشتغل في المانيا، لكن كان دايما بيتم التمييز ضدهم وكانوا بيتعاملوا معامله عنصريه. في الوقت ده الاوضاع الاقتصاديه في المانيا ما كانتش احسن حاجه، وبالتالي لما الاوضاع الاقتصاديه ما بتبقاش كويسه بتظهر جماعات متطرفه. وفي الوقت ده كان في جماعات اللي بيتقال عليهم النازيين الجدد او الجلادين كانوا بيمارسوا العنصريه، واشهرهم مثلا واقعه حصلت سنه 83 في مدينه روستوك. ورغم ان مدينه ساربروكن هي قريبه من فرنسا ولوكسمبورغ والمفروض ده ثقافيا بيأثر فيها، الا انها برضو كانت مدينه من ضمن المدن اللي بيمارس ضدها العنصريه. وملاعب الكوره ما كانتش طبعا بعيده تماما عن ده. ملاعب الكوره كانت مليانه ان هم لما بيجوا للعيبه السمر بيعملوا لهم سفرات استهجان، صوت قرود، بيرموا عليهم موز وحاجات كتيره زي دي. فبالتالي الاختيار ما كانش سهل خالص. زيد على كده كمان ان انا لما دورت لقيت ان غانا كلها ما صدرتش لعيبه نجحت قبل كده في البوندسليجا. اللاعب الوحيد اللي لقيته كان مميز لعيب اسمه ابراهيم ساندي، وده كان ظاهره في نادي اشانتي كوتوكو. لعب قصاد الاهلي في 83 لما خدوا من الاهلي اللقب. احترف في المانيا سنتين، فشل في نادي فيردر بريمن فشل ذريع. فبالتالي أنطونيو بوا راح على تجربه صعبه جدا. بدايته في سنه 88 89 كانت مع المدرب الاولاني اللي انا قلت عليه اللي اسمه فوكس، لكن بعد كده لما ساءت النتائج جه مدرب اسمه كلاوس لابنر، والراجل ده كان مقتنع جدا بأنطونيو بوا، وبالتالي هو ساعدهم في اول موسم ليه انه يلعب الماتش الفاصل اللي انا حكيت عليه قدام فرانكفورت. موسم 89 90 ده اول موسم هيعمل فتره اعداد وهيبقى متاقلم اكتر في الجو في المانيا، والموسم ده كان موسم مميز جدا لأنطونيو بوا في الدرجه الثانيه، لدرجه مثلا انه 17 سبتمبر 1989 قدام نادي اونسبورغ سجل 4 اهداف في فوز في ماتش 7-1. في نفس الوقت ده نجمه كان بدا يسطع جدا ويستدعوه تاني المنتخب غانا اللي بقاله فتره عنده مشاكل في كاس الامم الافريقيه. كاس الامم 84 خرجوا من الدور الاولاني، 86 في مصر لم يتاهلوا، 88 في المغرب لم يتاهلوا، وعندهم حلم ان هم يلعبوا في كاس الامم 90. لكن الحقيقه ان اوضاع منتخب غانا كانت غريبه شويه، لانه ابرز واحد في غانا في الوقت ده هو الموهبه الابرز في افريقيا كمان، عبيدي بيليه. يكفي ان هو متسمي على اسم الظاهره البرازيليه بيليه. لاعب كان بيلعب في الوقت ده في فرنسا في نادي اسمه ليل، كان معار من نادي مارسيليا اللي هو في الوقت ده كان حاجه دلوقتي كده زي باريس سان جيرمان. كان عنده راجل اعمال بيشتري اللعيبه المميزه كلها، فكان عنده شبه سيطره اكتر وواخد صيت اكتر في منتخب غانا. الفريق في ابريل 89 لعب تصفيات كاس الامم الافريقيه وخسر قدام منتخب الجابون بركلات الترجيح، والثالث مره على التوالي غانا ما بتصعدش كاس الامم الافريقيه، رغم ان غانا هي كانت لحد الوقت ده اكتر فريق فاز بالبطوله 4 مرات. لكن هو موسم 89 90 ده كان بدايه الانفجار الحقيقي. الفريق لتاني مره بيطلع ثالث الدوري وهيلعب برضه ماتش فاصل، وانطونيو بوا مسجل 17 جون في دوري الدرجه الثانيه. المره دي الماتش اللي هيلعبوه قدام نادي بوخم، والمفاجاه ان نادي بوخم اللي بيدربوه في الوقت ده المدرب رينهارد سافتيج اللي رفضه لما راح يختبر في دورتموند. يوم 24 مايو 90 نادي ساربروكن على ملعبه عنده حلم تاني، والحلم كله على اكتاف يابان ان هم يصعدوا تاني للبوندسليجا. خسروا الماتش ده على ملعبهم من بوخم 1-0. بعدها ب3 ايام بالظبط هيلعبوا ماتش قدام بوخم في ملعبه. الامل قليل، لكن أنطونيو بوا يسجل هدف عالمي يسكت كل الجمهور اللي في الملعب. لكن في النهايه خسر برضه ساربروكن تاني وما صعدش للبوندسليجا
انطونيو بوا لتاني مره حلمه بيتدمر انه يلعب في البوندسليجا. دايما بقول ان الكوره ملهاش كتالوج، كتير بتشتغل كتير بتتعب، بس ما بتبقاش متخيل ان حد بيشوف شغلك. المفروض انه في الوقت ده كان هيلعب تاني في دوري الدرجه الثانيه، لكن في الوقت ده المدرب اللي كان بيدرب فرانكفورت في اول مره يلعب ماتش فاصل اسمه يورج بيرجر. الراجل ده شاف قد ايه انطونيو بوا لاعب مميز وقرر يتعاقد معاه. المفاجاه ان فرانكفورت السنه اللي قبلها مفنش ثالث الدوري، وكمان قبلها ب3 سنين كان بيلعب نهائي كاس المانيا. ده بقى كله غير ان فرانكفورت ده اصلا في السبعينيات كان نادي مصنف، كسب الكاس 3 مرات قبل كده، وكسب اليوفا كاب موسم 79 80. كان عنده لعيبه تاريخيه ابرزهم مثلا بيرن هولزنباين اللي هو في الوقت ده بقى المدير الرياضي للنادي. بيرن هولزنباين لاعب منتخب المانيا الغربيه اللي فاز بكاس العالم قبل كده. والصدفه السعيده الثانيه ان كان في استقباله اندراس مولر، اول واحد قابله في بروسيا دورتموند لما كان راح يختبر. الفرقه فيها لعيبه كويسه، منهم تشارلي كروبل اللي انا حكيت عليه اللي كان معذب يابا في الماتش الفاصل، وده لاعب تاريخي في النادي، لعب اكتر من 600 ماتش وهو اكتر لاعب في تاريخ النادي. لعيبه تانية زي حارس المرمى التاريخي اولي شتاين، ولعيب زي مانفريد بينز ده مدافع جيد جدا، واوفي بين لاعب خط وسط. تحدي كبير جدا لسبب بسيط، انطونيو بوا حكى بعدها بسنين ان جمهور نادي فرانكفورت كان بيمارس ضده العنصريه في الماتش الفاصل، وكمان في بدايه لما راح كانوا متضايقين منه جدا، كانوا بيرموه بالموز وكانوا بيقولوا له نيجر اوت. نيجر طبعا ده كلمه بتوصف السمر، اطلع بره، كانوا عايزين يطردوه. لكن في البدايه في ملعب والد شتاديون ملعب فرانكفورت، وفي اول ماتش في الموسم في الكاس في اغسطس سجل هدف، واول ماتش في الدوري في 11 اغسطس قدام نادي كارلسروه سجل هدف. المانيا كلها بعد كده بتخش في حدث تاريخي في نوفمبر 89 كان سقوط حائط برلين. حائط برلين اللي معاه سقطت الشيوعيه كلها، وفي 3 اكتوبر 90 المانيا كلها هتتوحد، مفيش بقى المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه، هي المانيا موحده. ويوم 13 اكتوبر انطونيو بوا نفسه هيتوحد مع نفسه، لانه هيلعب ماتش مهم جدا قدام النادي اللي رفضه بروسيا دورتموند، وكمان هيسجل فيهم جول. وفي الوقت ده بعد ما بدا يتالق في البوندسليجا رجع تاني منتخب غانا، ولما قعدت ادور اكتشفت ان هو كان منقطع على المنتخب لازيد من سنه كامله. ايه الاسباب؟ قعدت ادور اكتشفت ان هم كذا محور. اول حاجه كان عايز يتفرغ مع نادي فرانكفورت وفي الدوري الالماني عشان يثبت نفسه. تاني سبب ان عبيدي بيليه اللي هو كان نجم الجيل في غانا كان الى حد ما ليه سيطره في المنتخب وما كانش على اوفاق قوي مع انطونيو بوا. ثالث سبب بقى المدرب الالماني، مدرب لمنتخب غانا اسمه بوخارد زيسي، الراجل ده ما كانش على وفاق قوي برده مع انطونيو بوا اللي هو كان شخصيته الى حد ما مستقله. 13 يناير 91 هيرجع يلعب ماتش قدام منتخب الجابون بعد غياب 21 شهر عن المنتخب. رجع بعد كده يوم 16 ابريل ماتش قدام نادي هامبورج في ملعب نادي فرانكفورت، خسروا 6-0. طبيعي لما هتخسر 6-0 لازم هتخسر وظيفتك. المدرب اللي نقاه يورج بيرجر هيمشي، فاول موسم يا بوا بيحاول فيه يثبت نفسه، لكن اداره النادي في الوقت ده فكرت في فكره جديده. مدير الرياضي بيرن هولزنباين يفجر مفاجاه ويجيب مدرب صربي اسمه دراجوزلاف ستيفانوفيتش او ستيبي زي ما بيقولوا عليه. الراجل ده انا عملت عليه حلقه قبل كده، هو درب الزمالك قبل كده هنا في مصر. ستيبي اصلا كان بيلعب في فرانكفورت في السبعينيات، وراجل ليه سمعه وراجل شخصيته قويه، وكمان قبل ما يجي يختاروه يدرب فرانكفورت قعد 6 سنين جوه مدينه فرانكفورت بيدرب انديه في مستويات ادنى، فاذا هو شخص مناسب جدا لبيئه النادي. وكمان كان عندهم حلم ان هم يرجعوا الدوري لفرانكفورت اللي ما جاش من سنه 59. واوام دراجوزلاف بدا يحسن النتائج. اول ماتش ليه قدام نادي اسمه فادنشايد كسبوا 4، الماتش اللي بعده فوز 3-0 على دورتموند ويابوا عمل اسيست. غاب بعديها انطونيو بوا 3 ماتشات الاصابه، لعبوا بعديها في الكاس قدام بريمن وودعوا الكاس، لكن الحقيقه عمل فينش ممتاز للموسم في اخر 4 ماتشات، سجل 4 تجوان، وكأول موسم بيتأقلم في نادي جديد وغاب فترة الإصابة وكمان تغيير مدرب، سجل في السنة دي 11 هدف في كل المسابقات. موسم 91-92 دي بداية الموسم جديد مع مدرب جديد مستقر هيبدأ معاه فترة الإعداد. بدأ الموسم قدام بطل لوكسمبورغ في اليوفا كاب، سجل هدفين يوم 21 سبتمبر 91 زيارة للملعب الأولمبي في ميونخ في ماتش خلص 3-3 وسجل جول صعب جدا بدماغه. في الأسبوع ال 12 هدف قدام شتوتجارت، في الأسبوع ال 19 وده الأخير في الدور الأولاني سجل جول حلو جدا في هانزا روستوك. الدور الاولاني يعتبر انفجار ليابوا لانه سجل 9 اهداف وعمل 3 اسيست. يابوا ما كانش بيتكلم كتير، ما كانش بيدافع عن نفسه كتير، لكن كان بيرد على العنصريه باجوان جوه الملعب. مع بدايه 92 في حدث مهم جدا جدا، وهو ان غانا هتلعب كاس الامم الافريقيه في السنغال، والمره دي هيلعب وهو متالق في البوندسليجا مع الناحيه الثانيه عبيدي بيليه اللي مكسر الدنيا في فرنسا. لكن كان في مفاجاه ان المدرب الالماني بوخارد زيسي الراجل اللي صعد بيهم للبطوله، اكتشفت ان هو تم اقالته قبل البطوله، وبرضه قعدت ادور عايز افهم ازاي واحد يبقى هو سبب الصعود يمشوه. اكتشفت ان الراجل ده رغم انه كان محبوب جدا في غانا بشخصيته وبادائه في الملعب، الا انه كان راجل حاد جدا في التعامل مع الاتحاد، والالمان ما بيهرجوش.
القصه ان في لاعب اسمه نتاو جيان، اللعيب ده كان جوه معسكر منتخب غانا، والراجل ده كان عايز يمشي من المعسكر لانه جاله عرض يلعب في الدوري الكاميروني. المدرب قال له مفيش خروج من المعسكر، فكر في حيله، راح قال له if I didn't plait my hair I cannot play. What do you mean? انا لازم امشي عشان عايز احلق شعري، والوحيده اللي بتحلق لي شعري هي مراتي. Coach, nobody touches my hair unless my wife. You say unless my wife. No, I say you unless your wife. I say yes. So where is your wife? Say Sunyane. Say طبعا المدرب قال له الكلام ده ممنوع، لو خرجت بره المعسكر مش هترجع تاني. اللعيب ما سمعش كلامه وخرج من المعسكر، لكن كان في هنا مشكله مستنيه ما يعرفهاش، ان الانتقال فشل بسبب ان البطاقه الدوليه مع الاتحاد الغاني وهو سابهم ومشي. فاللعيب بعد ما التفاوض انتهى وخلص قرر يرجع تاني المعسكر، راح حلق شعره ودخل وسط اللعيبه، قابلهم في مكان ودخل وسط الاتوبيس من غير ما المدرب يعرف. المدرب بعد كده لما طلع لقاه oh, who is this boy? Who brought him? Who allowed him to enter the bus? راح للمدرب العام ضربه بالقلم وطرد اللعيب من المعسكر. Coach, you let them warm. Oh, I feel no some do so called a cheat. Hey, Bukad. Oh, stop. Papa no. And yeah, break. I should get down. He don't want to see me. وده يوريك كيف تدار الكرة في غانا، قمة العشوائية. لكن في النهاية الاتحاد الغاني كان جاهز بالحل على طول بعد إقالة بوخار زيزي أو رحيله، مش عارف بالظبط إيه اللي حصل. القرار كان سهل لأن يوم 31 أغسطس 91 منتخب غانا تحت 17 سنة بقيادة مدرب ألماني تاني اسمه أوتو بفيستر كسب كاس العالم للشباب تحت 17 سنة، وكمان كان عنده هداف كاس العالم لاعب اسمه نيلامتي. أوتو بفيستر الألماني راجل صاحب تجربة قوية أصلا في قارة أفريقيا وبيعرفها كويس، وكمان شخصيته قوية جدا جدا. وطبعا القرار كان سهل، طالعين بجيل جديد. أوتو بفيستر هيلعب نهائي كاس الامم واخد معاه 4 لعيبه من اللعيبه اللي لعبت معاه كاس العالم، منهم نيلامتي هداف كاس العالم، ولعيبه تانية بتلعب في دوريات اوروبيه. أوتو بفيستر كان مشهور في غانا بحاجات كتيره جدا، منها مثلا ان الراجل ده دايما وهو كان بيلبس كان بنطلونه ساقط، كانوا بيقولوا عليه دايما ساجنج او صاحب البنطلون الساقط، لدرجه انه في غانا لما كانوا بيشوفوا اي حد بنطلونه ساقط كانوا بيسموه أوتو بفيستر. طبعا ده غير شخصيته المرحه انه كان محبوب جدا، وكان دايما بيقولوا عليه رولز وذ ايرون فيستر، يعني بيحكم الفريق بقبضه حديديه. قائمه البطوله طبعا قائمه قويه فيها انطونيو ابوال المهاجم الفتاك، والفنان عبيدي بيليه، ولعيب تاريخي كان موجود قبل كده في غانا اسمه صامويل اوبوكونيتي، ده بيلعب في اف سي جلاروس السويسري، وده واحد من اللعيبه اللي كانت موجوده في كاس الامم 82 الكاس الاخيره اللي اخدوها. كاس الامم المره دي لاول مره هتبقى 12 فريق والمجموعه 3 فرق واقعين المره دي في مجموعه فيها مصر وزامبيا. مصر خسرت اول ماتش قدام زامبيا، وتاني ماتش زامبيا ضد غانا كسبوا بهدف للفنان عبيدي بيليه، وتالت ماتش بقى مصر ضد غانا، مصر في الامل الاخير. الماتش فضل مكمل 90 دقيقه سلبيه لحد في الدقيقه 89 انطونيو ابوا زي الفهد يقطع الكره من نص الملعب ويروح يجيب جول في احمد شوبير في اخر ثانيه في الماتش، كان اعلان لخروج مصر وتاهل لغانا لدور الثمانيه. دور الثمانيه قدام جمهوريه الكونغو كان ماتش صعب جدا، لكن مفيش غيره انطونيو ابوا اللي بيحل العقده. خلص الماتش في الاخر بفوز لغانا 2-1، والاول مره من 10 سنين غانا بتصعد لقبل نهائي كاس الامم الافريقيه 23 يناير 1992 ضد منتخب نيجيريا بقياده رشيد ياكيني. الماتش ده صعب جدا وصعوبته ان نيجيريا اتقدمت، لكن قدر بعد كده عبيدي بيليه يتعادل، لكن في النهايه برنس بولي يسجل الهدف اللي صعد غانا للنهائي. كان خبر حلو الصعود للنهائي، لكن كان خبر سيء جدا في النهايه ان الكابتن عبيدي بيليه هيغيب عن المباراه النهائيه لتراكم الانذارات. المباراه النهائيه على الورق هي المفروض انها سهله، هيلعبوا منتخب كوت ديفوار اللي في الوقت ده تقدر تقول عليه منتخب دفاعي. هو صحيح كسب اول ماتش في البطوله منتخب الجزائر حامل اللقب 3-0، لكن من بعدها اعتمد على دفاع حديدي وحارس مرمى اسمه ألان جواميني، لدرجه ان هم في ماتش قبل النهائي قدام الكاميرون في الماتش نفسه ألان جواميني صد ضربه جزاء، وفي الركلات الترجيحيه صد 2 وصعدهم للنهائي. يوم 26 يناير 92 ده المفروض هيبقى ماتش للتاريخ، لان غانا تكسب اللقب الخامس ليها في ملعب الصداقه، وفي قبل الماتش كان في تكريم للاسطوره الكاميرونيه روجيه ميلا. ماتش سيء جدا، لكن كمان كوت ديفوار كانت اخطر في وقت لحد ما الماتش خلص ال 120 دقيقه ويلعبوا ركلات ترجيح. المباراه دي من عجائب الكره الافريقيه، اتلعب 11 ركله ترجيح، ده بيجيب وده بيجيب. انطونيو بوا سجل الركله بتاعته لحد ما وصلت الركله ال11 ودخل لاعب من غانا اسمه انطونيو بافوا، وده لاعب مدافع. الراجل ده كان سجل ركله في الاول ودخل في الركله الثانيه صدها ألان جواميني، وفي النهايه كوت ديفوار بقت بطل افريقيا في حسره شديده لشعب غانا كله. ازاي فرقه بحجم منتخب غانا ده ما يكسبش البطوله في الاخر قدام منتخب اقل منه بكتير؟ لكن انا الحقيقه برضو الماتش ده خلاني ادور وراه كتير، وكان عندي فضول اعرف القصه دي. هتقول لي ايه الفضول في قصه في
في ماتش خلص بركلات الترجيح. هقول لك هتعرف دلوقتي، بس قبل ما تعرف ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات. تاني حاجه ما تنساش ان احنا فعلنا خاصيه ثانكس اللي من خلالها تقدر تدعم القناه عشان تقدر تكمل بنفس المحتوى بنفس الوقت. واخيرا كل المصادر اللي جبتها هي حاجات من مواقع غنيه وجرايد غنيه وحاجات كتيره جمعتها من على الانترنت. هو السبب اللي خلاني ادور ان الصدمه كانت كبيره جدا في غانا. الموضوع منطقيا ان غانا كانت لازم تفوز بالبطوله دي، لكن اللي خلاني انا بالذات ابص على ملاحظه هي اللي خلتني ادور اكتر واكتر، ان اللي كان لابس شرط الكابتن الماتش ده في غياب عبيدي بيليه منطقيا يبقى مين؟ انطونيو بوا. لا هو ما كانش انطونيو بوا، هو كان اللاعب اللي ضيع اخر ركله اسمه انطوني بافوا. ليه تم اختيار الراجل ده اللي خلاني ادور. اولا لما دورت لقيت ان الراجل ده قبل بطوله افريقيا عنده 3 مباريات وديه بس. هل ده مبرر انه في نهائي بطوله بالحجم ده يلبس شرط الكابتن؟ تاني حاجه لما دورت اكتر اكتشفت ان هو ضمه لقائمه البطوله لان في مدافع اساسي اتصاب، فهو زي كان واخده يعني بديل تاني او بديل تالت. كابتن المنتخب هو كان عبيدي بيليه. الكابتن التاني منطقيا يبقى صامويل ايبوكونيتي لان هو في الوقت ده كان عنده 30 سنه وكمان هو لاعب خبره في المنتخب. اختيار انطونيو بافوا هيرجع لكواليس عرفت اوصل لها كانت موجوده في الغرف المغلقه. الغرفه الاولى كان فيها عبيدي بيليه الكابتن ومعاه انطونيو بافوا اللاعب اللي اخذ الشاره في المباراه النهائيه، ودول الاثنين بيمثلوا مدينه اكرا هي العاصمه. الناحيه الثانيه الغرفه الثانيه كان فيها انطونيو بوا نجم الحلقه اللي احنا بنتكلم عليها، ومعاه ني لامتي اللي هو كان هداف كاس العالم للناشئين، والاثنين دول بيمثلوا مدينه كوماسي. ودي حاجه موجوده في غانا اللي سافر غانا هيعرفها. في هناك صراع قبائل اللي هي بتاعت اكرا وقبائل كوماسي. كوماسي بيمثلها قبيله الاشانتي، وفي اكرا بيمثلها قبيله اسمها جا ادابانجي. القبيلتين دول فيهم صراع قديم جدا لان في كوماسي كانوا بيصارعوا الاستعمار اكتر، لكن في اكرا كانوا اكتر بيتعايشوا مع الاستعمار ده. وكمان اكرا هي البلد اللي بترمز للقوه الاقتصاديه، فكان في صراع دايما ثقافي وصراع كمان نفوذ وصراع اقتصادي وصراع سياسي بين القبيلتين. ودايما المنتخب المدرب بتاعه لما بيجي ينقي كابتن بيحاول دايما ينقيه من اكرا عشان يهدي الاجواء. وبالتالي لما غاب عبيدي بيليه وكمان صامويل ايبوكونيتي مش هيلعب، فالمفروض الكابتن يبقى مين؟ انطونيو بوا. وهنا هي دي الكواليس اللي انا قدرت اوصل لها. اوتو فيستر المدرب الالماني قرر يدي انطونيو بافوا. لما دورت وراه لقيت انه اصلا ده اول لاعب في تاريخ غانا يلعب في منتخب غانا هو من مواليد المانيا. والده كان عايش في المانيا وسياسي وبرلماني، يعني راجل ابن زوات. اوتو فيستر لما اتسال قال انا حبيت اهرب من المطب ده، لو جبت واحد من كوماسي هتحصل مشكله، فقررت ان انا اجيب واحد نيوترال، يعني واحد لا محسوب على هنا ولا محسوب على هنا. Tony Buffo was also a great player. He played in Düsseldorf, he played in France in this time in Metz, but he was most neutral. He was absolutely neutral because this I give him the captain. كمان انطونيو بافو بما انه عايش في المانيا بيعرف يتكلم فرنساوي وبيعرف يتكلم الماني وبيعرف يتكلم انجليزي، انما انطونيو بوا نجم حلقتنا بيتكلم الماني وانجليزي فقط. حامل الرايه بيتكلم فرنساوي، ففكرت ان انطونيو بافوا ككابتن ممكن يبقى حل كويس جدا. اوتو فيستر بعدها بسنين لما اتسال قال اختيار الكابتن في منتخب غانا شيء صعب جدا جدا، مش سهل زي ما انتم متخيلين. فكرت اهرب من المطب ده. نيلامتي الزميل بتاع الغرفه بتاع انطونيو بوا قال ان اللي حصل ده كان فيه عدم امانه من المسؤولين وشفافيه. هما جالهم جواب من غانا من الحكومه ان الكابتن لازم يبقى واحد مش من مدينه كوماسي. He told us we have a letter from Ghana that Tony Buffo have to be a captain. وبيقول كمان نيلامتي ان انا كبرت وانا طفل اشانتي، وكمان كان زميلي في الاوضه انطونيو بوا وهو من الاشانتي. انطونيو بوا لما اتسال قال احنا كنا المفروض نكسب الماتش ده حتى في غياب عبيدي بيليه، كنا نقدر نعمل كده، لكن المشكله انه كله كان عايز يبقى الليدر، والمشكله اكبر ان كان مجموعه اكرا تلاقيهم في مكان ومجموعه كوماسي تلاقيهم في مكان، والفريق ما كانش متحد كفايه. The Kumasi, as I'm saying, the Kumasi group was shocked. So it was affecting us during the game. في النهايه تقدر تقول ان القبائليه هي اللي دمرت حلم انطونيو بوا ان هو يلبس شرط الكابتن، وان غانا تبقى بطل كاس الامم الافريقيه 92. والمهزوز او المرعوش اوتو فيستر اخذ قرار تقدر تقول ان هو قرار سياسي. لكن هيرجع انطونيو بوا بقى من كاس الامم الافريقيه يرجع تاني على فرانكفورت يحاول يغسل احزانه هناك، ولان فرانكفورت في الوقت ده كان بينافس بقوه على الدوري. رجع على طول سجل هدف مهم جدا في بايرن ميونخ. الفريق يوم 28 مارس 92 بيلعب ماتش مهم جدا قدام بروسيا دورتموند في ملعبه. الماتش خلص 2-2 ويابوا جاب هدف عالمي، وكانه كل مره قدام بروسيا دورتموند لازم يسجل هدف. من الاسبوع 26 للاسبوع 30 4 فوز متتالي. في الوقت ده المنافسه كانت ثلاثيه ما بين فرانكفورت، شتوتجارت، بروسيا دورتموند على اللقب. وفي الوقت ده دراجوزلاف كان بيقدم واحده من امتع الكور اللي اتلعبت في المانيا، لدرجه ان الفريق ده
كانوا بيسموه فوتبول 2000 لانه كانوا شايفين ان الفريق ده بيلعب كوره من الالفيه الجديده، كوره متطوره جدا. طبعا كان ابرز اللعيبه هو انطونيو بوا ومعاه اندرياس مولر. من الاسبوع ال30 للاسبوع ال33 حصل 4 تعادلات. من الاسبوع ال34 لل36 الفريق حقق فوز، وكمان انطونيو بوا سجل هدفين. الاسبوع اللي قبل الاخير هيلعبوا فيردر بريمن على ملعبهم، والماتش ده لو قدروا يكسبوه حسموا الدوري. الفريق كان متاخر 2-1، انطونيو بوا انقذ الفريق بهدف. الماتش ده في الاخر كان فيه ضربه جزاء، لعيبه فرانكفورت كانت هتموت الحكم لكن تغاضى عن احتسابها وخلص الماتش 2-2، وهيتاجل الحسم لاخر الجوله. نظريا الماتش سهل جدا، هيلعبوا هانزا روستوك الالماني اللي هو فريق هبط بالفعل، فالماتش ما فيهوش اي منافسه. فرانكفورت معاه 50 نقطه وشتوتجارت ودورتموند معاهم 49 نقطه. رحله ماتش روستوك ده كانت رحله معروفه جدا ما بين اوساط جمهور فرانكفورت، لانه الافات سافروا يحضروا الماتش ده وعملوا خيم وباتوا هناك. لكن المفاجاه اللي ما حدش كان متخيلها بتحصل، هانزا روستوك بيلعب ماتش للتاريخ، بل انه مع الشوط الثاني كمان اتقدم بهدف، اتعادل فرانكفورت وضاغطين كل في الكل عشان يجيبوا هدف الفوز. انطونيو بوا بيضيع هدفين، وفي مرتده هانزا روستوك بيسجل الهدف الثاني، وفي النهايه الماتش بيخلص 2-1. برضه لعيبه فرانكفورت كانوا بيعملوا خناقه مع الحكم اللي تغاضى عن ركله الجزاء، لكن في النهايه كانت صدمه كبيره جدا لجمهور فرانكفورت اللي كان بيحلم برجوع الدوري من سنه 59. مدرب الفريق دراجوزلاف ستيبي طلع بعد كده في المؤتمر الصحفي وقال جمله لحد دلوقتي هي فولكلور في الكره الالمانيه: ليبي جيت فايدر، يعني الحياه ستستمر. كان عمال بيقول لهم احنا غلطانين ان احنا خسرنا قدام فريق هبط بالفعل، وما نقعدش نتكلم على الحكم وركله الجزاء. تفاصيل القصه دي حكيتها اكتر بالتفصيل بفيديو هسيبها لكم تحت تقدروا تعرفوها. لكن في النهايه لما تيجي تفكر فيها، في ظرف شهور انطونيو بوا بيخسر لقبين مهمين جدا: كاس الامم الافريقيه اللي كان في ايده خسره بسبب صراع القبائل، والدوري الالماني اللي كان في ايده سهل جدا خسروه بسبب هانزا روستوك اللي هبط بالفعل. ومن اليوم ده الماتش بيسموه في فرانكفورت روستوك تروما. الماتش ده عمل تروما للجمهور هناك. هيبدا انطونيو بوا موسم 92-93 في النادي بتاعه مع نفس المدرب دراجوزلاف اللي قدم امتع كوره، والناحيه الثانيه برضه مع مدربه في المنتخب اوتو فيستر. كان في خبر سيء ليابوا ان النادي قرر يبيع اندرياس مولر صانع الالعاب والنجم الكبير لنادي يوفنتوس، لكن قدر دراجوزلاف يكتشف لاعب جديد لاحقا هو اسطوره في الكره الافريقيه. جيجي اوكوتشا كان بيلعب في نادي صغير في المانيا. كلم المدير الرياضي قال له في لاعب اسمه اوكوتشا انا شفته، لو اشتريناه اضمن لك انك هتستمتع طول العمر. ومن اليوم ده هيبقى في دويتو جديد بريحه افريقيه في الملاعب الالمانيه: اوكوتشا صانع الالعاب ويابوا المهاجم الفتاك. الحقيقه ان بدايه الموسم ده بقى هو تقدر تقول عليه انفجار حقيقي. اول اسبوعين جول واسيست، غاب 3 اسبوع، رابع اسبوع ضد دورتموند بالتخصص يسجل فيهم هدفين، ثم هدفين بعد كده في شتوتجارت، ثم يوم 10 اكتوبر وهنا لينا وقفه في ماتش في الكاس قدام نادي في الدرجه الثانيه اسمه والدهوف منهايم. طبعا برضو انت زمانك بتسال اشمعنى الماتش ده بالذات. الماتش ده لما قعدت ابحث لقيت صحفي متخصص في اخبار فرانكفورت، مؤرخ الماني اسمه ستيفن رايش، حكى قصته، والراجل ده كاتب كتاب عن تاريخ فرانكفورت اسمه ايام الرعد معجزه اينتراخت فرانكفورت. بيحكي انه هو وطفل صغير اللي خلاه يشجع فرانكفورت كان عمه، وكان عمه بالنسبه له هو كل حاجه في الكوره، هو الراجل اللي بياخد منه المعلومه. بيحكي ان هم كانوا زعلانين جدا بعد خساره الدوري، وبيقول انا عيطت وتقريبا كمان عمي عيط، لكن قرر اليوم ده انه ياخدني معاه والد شتاديون، الملعب اللي بالنسبه لي حلم. اللعيبه اللي بشوفهم في التلفزيون هروح اشوفهم في الملعب، وهم ماشيين في اتجاههم في الملعب عمه عمال يعلمه. فبيقول له احنا رايحين نتفرج على النادي اللي احنا بنشجعه، انت عارف احنا عندنا لاعب في الفرقه دي اسمه انطونيو بوا، احنا بنقول له توني هو احسن مهاجم في العالم. طبعا الولد الصغير بيبص بياخد من عمه المعلومه وبياخدها زي كانها حقيقه مصدقه. انطونيو بوا في الوقت ده كانت في ناس بتصنفه احسن مهاجم في العالم، وكمان بيقول انه كان عمال يشرح له قد ايه هو قوي، قد ايه سمك الفخذ بتاعه، ازاي ان اللعيبه كانت بتنزل تتساقط قدامه على الارض ومحدش قادر يجاري سرعته. وبيقول ساعتها ان انا لما كان عمي عمال يشرح لي قعدت افتكر لقطاتي اللي بشوفها في التلفزيون، قد ايه ان انا مبسوط دلوقتي ان انا اروح اشوف انطونيو بوا. الماتش ده امتد في النهايه لاشواط اضافيه، خلص 4-1، انطونيو بوا سجل هدف، لكن ده يوريك حجم انطونيو بوا بالنسبه لجمهور مدينه فرانكفورت. بعد مرور 10 اسابيع بالظبط في الدوري كان عامل ارقام اسطوريه: 7 اهداف في الدوري، 4 في الكاس و5 في الويفا كاب. لكن في نفس الوقت برضه هو لاعب مهم جدا في المنتخب. عندهم تصفيات كاس العالم 94، البطوله اللي غانا في المنتخب الكبير عمرها ما لعبتها. عندهم مجموعه معاهم الجزائر وبوروندي. البدايه كانت محبطه جدا في اكتوبر 92 ان هم خسروا من بوروندي، لكن الناحيه الثانيه الجزائر كسبت، وبالتالي غانا كده عندها مشكله. رجع بعديها الدوري، كمل الرحله بتاعت الدور الاولاني، سجل 3 اهداف، اجمالي الدور الاولاني كان مسجل 11 هدف. يوم 30 ديسمبر 92 عندهم ماتش مهم جدا قدام الجزائر. الماتش ده هيتلعب في غانا، وهو مع عبيدي بيليه يقدروا يكسبوا الجزائر 2-0، وبالتالي
هم كمان كده يبعدوا شويه في صداره المجموعه. يوم 17 يناير 93 كان خبر مهم جدا لشعب غانا، لان منتخب الجزائر تعادل مع بوروندي، وبكده في فرصه يوم 31 يناير ان غانا تتصدر المجموعه على حساب بوروندي. وبعدها ده حصل فعلا لما قدروا يكسبوا منتخب بوروندي 1-0 بهدف عبيدي بيليه، وبالتالي كده منتخب غانا في صداره المجموعه. يعني اخر ماتش قدام الجزائر في الجزائر لو تعادل او كسب صعد، الحاله الوحيده اللي تخرجه ان هو يخسر. رجع لعب ماتش في الدوري الالماني ثم طيران على الجزائر للماتش الاهم في تاريخ الكره الغانيه لحد الوقت ده، يوم 26 فبراير 93 في ملعب العقيد لطفي في مدينه تلمسان الجزائريه. ماتش في ملعب عباره عن بركه طين. غانا متسلحه باحسن لاعب في افريقيا عبيدي بيليه ومع المهاجم الفتاك انطونيو ابوا، واللي حصل فعلا المفاجاه ان غانا تتقدم بهدف لتشارلز اوكونور، لكن بعد كده الدنيا تضلم خالص، وفي النهايه الجزائر تقدر تخطف البطاقه بتاعه التاهل من المجموعه دي وتكسب 2-1. اسباب الخروج من الماتش ده برضه انا قعدت ادور وراها، لان انا دايما كان عندي حاله فضول ازاي منتخب بالقوه دي كان دايما بيودع. واحد من ضمن الجرايد الغانيه كان عامل عنوان كبير جدا اوت ان سنو اند رين، يعني الخروج في المطره وفي التلج. واللي عرفته ان الماتش ده اتنقل من العاصمه الى مدينه تلمسان بسبب ان في الوقت ده كان في جماعات متطرفه في العاصمه، والامان كان بيحتم انها تتنقل لمدينه تلمسان. كمان عايز تعرف كيف بيدار المنتخب ده وقوه عبيدي بيليه كانت عامله ازاي؟ الفريق كان معسكر قبلها، معسكر مغلق في مدينه مارسيليا، كل ده عشان المنتخب يبقى قريب من عبيدي بيليه. فالمنتخب هيطلع من مارسيليا على الجزائر، وده يوريك كيف تدار الكره في افريقيا، وده برضه حاجه من الحاجات اللي كانت خلق نوع من انواع الشلاليه. اخيرا بقى ان قبل الماتش ده السلطات الجزائريه اعتقلت مشجع لانهم اكتشفوا ان هو وفر مكان طلاب غانا يروحوا يعملوا فيه اكل، وده السلطات الجزائريه شافت انه ممكن يبقى خطر واعتقلوه، وده خلى ان الجمهور الجزائري متحمس اكتر. الجورنال بيقول ان لو الماتش ده بالنسبه لنا كشعب غانا عمليه العاصفه الصحراويه، فهو بالنسبه للجزائريين ليه شكل تاني خالص. كانوا مسمينه عمليه الحرب ضد النجوم السوداء، لان الحدث اللي حصل من السلطات الجزائريه خلى الجمهور متحمس لدرجه ان كان في ناس منهم في المدرجات لابسين لبس وشايلين اسلحه، كانوا شايفين ان اللي حصل مع المشجع اللي اتقبض عليه ده هو خيانه لثوره التحرير الجزائريه، ودي فتره في الجزائر كان اسمها العشريه السوداء. الجورنال بيقول ان المنتخب كان تايه، واصابه المهاجم برنس بولي وغياب انطونيو ابوا وكمان الاجواء الصعبه المشحونه اللي لعبوا فيها دمرت الحلم للصعود للادوار التاليه في تصفيات كاس العالم. بعد الخروج مع منتخب غانا رجع على طول في 24 ساعه بس، رجع تاني ماتش قدام نادي كولن لعب فيه 24 دقيقه ثم اصابه، بعد كده غاب على اثرها 4 اسابيع للاصابه. يوم 27 فبراير سجل هدف، وده كان اول هدف ليه بعد غياب 7 اسابيع عن التهديف في الدوري الالماني. يوم 13 مارس كانوا بيلعبوا نادي اسمه فاتنشايد، كسبوا 4، وده كان معناها ان هم بينافسوا على الدوري. 30 نقطه لفرانكفورت و32 نقطه لبايرن ميونخ، لكن من يوم 21 مارس كل حاجه هتتغير. هزيمه من دورتموند 3-0، هزيمه من مونشن جلادباخ 3-1، ثم يوم 30 مارس ماتش قدام ليفركوزن على ملعبهم في الكاس خسروا 3، وبعدها تمت اقاله دراجوزلاف شتيبي، الراجل اللي قدم واحده من امتع نسخ الكوره في المانيا في التسعينيات. هيتعين بعديها مدرب مؤقت اسمه هورست هيسي هيكمل لبقيه الموسم. لكن برضه كان في حدث مهم جدا في الموسم ده مع منتخب غانا. منتخب غانا هيلعب ماتش ودي قدام منتخب المانيا في المانيا، وده بالنسبه لانطونيو ابوا حاجه كويسه جدا، ان هو قدام المكان اللي هو عايش فيه يوريهم هو بيعمل ايه مع منتخب بلده. يوم 14 ابريل 1993 كابوس في تاريخ الكره الغانيه، لان هم لعبوا الماتش ده اتقدموا بهدف في البدايه لعبيدي بيليه ثم انهيار تام في 21 دقيقه. منتخب المانيا بيسجل 6 اهداف ورا بعض، وكأن لعيبه غانا متفقه ان هم يسيبوا لهم الماتش. الماتش ده اتسمى في صحف الكره الغانيه ببوخم ديزاستر، كارثه بوخم. وده برضو خلاني ادور كتير ورا الماتش ده، ازاي فريق بالقوه دي يخسر وينهار بالمنظر ده. قعدت ادور لحد ما وصلت لشخص اسمه كوجو بونسو، وده كان قبل كده عمده في مدينه كوماسي. هو بيحكي ان هو جاب الماتش ده بعد ما عمل ديل مع شركه اديداس ان هم ياخدوا 350,000 مارك الماني، وده كان رقم كبير ساعتها، ويعملوا ماتش جوه المانيا. I was the promoter of the match. Ghana earned 350,000 Deutschmarks, with Adidas designing a new style of shirt for them. اللي حصل ساعتها ان عبيدي بيليه نادي اولمبيك مارسيليا تمسك بيه انه ما يسيبوش للمنتخب، وبالتالي هنا الكابتن هيبقى مين؟ خلاص معروفه، انطونيو ابوا، وكمان بيلعب في المانيا، وبالنسبه له دي كانت هتبقى حاجه كبيره قوي. Yeboah is here. At that time, Yeboah used to play for Frankfurt, so Yeboah should take the mantle as the coach, as the captain. So we all agreed. لكن قبل الماتش بدقايق وهم مستنيين الاتوبيس اللي هيوديهم للملعب، يجي لهم خبر ان عبيدي بيليه قرر انه يروح يلعب الماتش. ركبوا الاتوبيس، وهنا كوجو بونزو ده بيحكي ان هو حاول يقنع عبيدي بيليه انه يسيب شرط الكابتن لانطونيو ابوا.
Abedi Pele said no. They didn't inform him early, so he also said no. قال له انا متفهم كل اللي انت بتقوله، بس طالما انا موجود انا اللي ابقى معاه شرط الكابتن، طالما انا مش موجود هو ياخدها. And if captain is in, captain is in. وبالتالي لعب عبيدي بيليه وهو الكابتن، وده الانهيار اللي حصل في الملعب. And at that time the team had been divided. ده غير الخضه طبعا من مواجهه المانيا، وده يوريك في كل مره قد ايه قوه عبيدي بيليه جوه الكره الغانيه. So there was no unity. That is how the thing. We could have beaten the Germans because the team was good. رجع استكمل الموسم مع مدربه المؤقت يوم 22 مايو، هيلعب ماتش قدام نادي بايرن اورنديجن، كسبوا 5-2. أنطونيو بوا سجل 4 أهداف، بس بص النحس الماتش ده نتيجته اتحسبت لصالح بايرن اورنديجن بسبب ان مدرب فرانكفورت سجل اكتر من عدد اللاعبين الاجانب المسموح، لكن في النهايه الاهداف اتحسبت لأنطونيو بوا. على بعد 400 كيلو بقى من مدينه فرانكفورت نطلع على ملعب ميونخ، لانه الحدث الابرز في الكره الاوروبيه، نهائي الشامبيونز ليج ما بين اي سي ميلان اللي بيدربه فابيو كابيلو واولمبيك مارسيليا اللي بيلعب فيه مين؟ عبيدي بيليه. وفي النهايه قدر يكسب اولمبيك مارسيليا اللقب الفرنسي الوحيد في تاريخ البطوله دي بهدف سجله المدافع بازل بوليه. الصحف العالميه كلها بتحتفي بعبيدي بيليه، ومحدش مركز خالص مع أنطونيو بوا في اللي بيعمله في الكره الالمانيه. بعدها ب3 ايام سجل أنطونيو بوا في كايزرسلاوتن ونهى الدوري بعدد اهداف وافر جدا، 20 جول في 27 ماتش، يعني ما لعبش كل ماتشات الدوري ومع ذلك هداف الدوري الالماني. ده غير 5 اهداف في اليوفا كاب و5 اهداف في الكاس. انت بتتكلم في لاعب مسجل 30 هدف في موسم واحد. وخد المفاجاه دي ان ده اول افريقي في التاريخ يكسب لقب هداف البوندسليجا. الحقيقه انت لو جيت تتكلم على مميزات أنطونيو بوا كمهاجم، هو حقيقي مفيش حاجه من مميزات المهاجم ما بيعرفش يعملها. اولا بارع في ضربات الراس، تاني حاجه سريع جدا بيقطع مسافات في سرعه مهوله، بيلعب برجلين الاثنين هو اشول لكن انت ما تعرفش هو اشول ولا ايمن، بيقدر يخترق، بيقدر يرقص، بيشوط من زوايا ضيقه جدا، وعنده جرأه وعنده قرار ان انا هشوط الكره في الوقت الصح، ولذلك الكره كانت دايما بتخدمه. مع بدايه موسم 93-94 كان في تغير جديد، مدرب جديد اسمه كلاوس توبمولر، وفي نفس السنه برضو النادي تعاقد مع صانع العاب جديد اسمه ماوريزيو جاودينو عشان يعمل ثلاثيه معاه هو واوكوتشا. أنطونيو بوا كان عامل انفجار حقيقي في الدوري السنه دي، اول 9 ماتشات مسجل 9 اهداف، غاب 11 اسبوع للاصابه، ساب الفريق كان بينافس، رجع الفريق كان بعد شويه عن المنافسه، لكن كان دايما جمهور فرانكفورت عنده السنه دي برضو حلم انه ينافس على الدوري، وكانوا بداوا يطبعوا تيشيرتات مكتوب عليها الفوز بدوري 94. في وسط الموسم ده هيشارك في كاس الامم الافريقيه 94. المنتخب خرج من دور الثمانيه وما كانش فيه اي بصمه خالص لا ليه ولا لعبيدي بيليه. رجع بعد كاس الامم الافريقيه 94 كمل الموسم، لكن الفريق قدم نتائج سيئه جدا واقالوا كلاوس توبمولر وعينوا تشارلي كروبل اللي هو كان زميله في الفرقه بقى مدرب مؤقت. بعد ما كان بينافس على الدوري الفريق انهى الدوري ده في المركز الخامس، لكن خد المفاجاه الثانيه ان أنطونيو بوا لتاني سنه على التوالي هداف البوندسليجا، 20 هدف في 22 مباراه، راجل كانه بيسجل في كل ماتش جول، معجزه كبيره جدا لانه اول لاعب افريقي في التاريخ بتاع بوندسليجا يبقى هداف الدوري موسمين ورا بعض. موسم 94-95 في حدثين مهمين جدا حصلوا ورا بعض. الحدث الاولاني ان النادي عين يوب هاينكس مدرب للفريق، وده مدرب كبير جدا في المانيا وليه باع طويل. والحدث الثاني ان اوليتش شتين حارس المرمى اللي قعد معاهم 7 سنين وكابتن الفرقه مشي، وبالتالي اداره النادي اختارت كابتن جديد. القدر كان مخبي لابن كوماسي انه هيبقى كابتن في البوندسليجا، اختاروا أنطونيو بوا انه يبقى كابتن الفرقه، وده اول كابتن افريقي في البوندسليجا في التاريخ، شرف كبير جدا للاعب كان في البدايه بيعاني من صراخات العنصريه. الحقيقه انه بدا الموسم بشكل مش كويس، الفريق كله ما كانش كويس، سجل بالتخصص في دورتموند لكن النتائج ما كانتش قد كده، وبدات تظهر مشاكل ما بينه وما بين يوب هاينكس. الثلاثه اللي بيلعبوا قدام جاودينو واوكوتشا وأنطونيو بوا، الثلاثه المدرب قرر انه يعاقبهم ويتدربوا لوحدهم، والثلاثه قاموا ردوا عليه ان هم نزلوا بيان وتمردوا ان هم مش هيتمرنوا، وهنا حصلت مشكله ما بين الاداره والمدرب. أنطونيو بوا لما اتكلم بعدها بسنين قال I am proud أشانتي، انا راجل فخور جدا بنشأتي، ما يصحش ان انا ابقى كابتن الفرقه والمدرب يشوف اللعيبه اللي بعدي كلها يتكلم معاهم. هو ما ادانيش الاحترام الكافي. في النهايه جاله عرض من بايرن ميونخ، لكن اداره فرانكفورت خافت تبيعه لبايرن ميونخ لان الجمهور ممكن يهيج عليهم، وهنا يحصل حدث غريب جدا في شمال انجلترا في مدينه ليدز. روبي باكشي وده صحفي بيكتب في ذا جارديان حكى بعدها بسنين ان في الوقت ده ما كانش فيه انترنت قوي، وكانوا بيخشوا يتابعوا الاخبار عن طريق ان هم يدفعوا فلوس لشركه اتصالات ويدوهم اخبار. وفي مره من المرات وهو بيتابع الاخبار لقى خبر بيقول ليدز ساين افريكان سوبر ستار. طبعا كله في الوقت ده ما كانش يعرف قوي مين أنطونيو بوا اللي ممكن يجي يلعب في الدوري الانجليزي، لكن في النهايه كان في مفاوضات قويه مع أنطونيو بوا اللي لما اتسال تعرف ايه عن ليدز قال له ما اعرفش اي حاجه عنهم بس واي نوت. 4 سنين في فرانكفورت
عمل فيهم انجازات كبيره، مرتين هداف الدوري، 156 ماتش في كل المسابقات ب 89 جون، وده رقم كبير جدا. بس الحقيقه برضو انك لما تيجي تدور هتلاقي ان اختيار ليدز برضو اختيار صعب، وكأن أنطونيو بوه مكتوب عليه دايما يختار اختيارات صعبه. ليدز يونايتد عندهم تاريخ كبير جدا من العنف، ابرزها سنه 86 ماتش كان كله عنف ضد برادفورد والشرطه تدخلت. ده غير اصلا ان انجلترا في نفس الوقت ده برضو كانت ملاعبها بتعاني من العنصريه. مفيش ابرز مثلا من جوني بارنز، ده لعيب كان بيلعب في ليفربول. جمهور ايفرتون قبل كده كانوا بيقول له احنا في ايفرتون عندنا لعيبه بيض، ما عندناش لعيبه سمر. بول كانوفيل، وده لاعب بيلعب في تشيلسي من اصول من دوله الدومينيكان، جمهور نادي نفسه كان بيصفر عليه بسبب اصوله من بشره سمراء. فبرضه لما تيجي تشوف هو اختيار مش سهل. لكن هاورد ويلكنسون اللي هو المدرب بتاع ليدز كان مقتنع بالتعاقد، ويوم تقديمه كان نازل ملعب إيلين درود لابس بالطو تقيل جدا وماسك الشمسيه، مش متعود طبعا على البرد الرهيب ده اللي في مدينه ليدز. غير كده كمان يوم تقديمه في المؤتمر كان لابس بدله افريقيه تحس ان هو دايما منتمي للاصول بتاعته. يمكن اللي ساعده شويه ان في بدايه الموسم ده النادي اتعاقد مع 2 لعيبه من جنوب افريقيا، لوكاس راديبي وفيل ماسينجا، فده برضه ممكن يداله نوع من انواع الالفه. اول ماتشين كان موجود على دكه البدلاء، شارك في 6 دقائق، وتاني ماتش في 19 دقيقه، ثالث ماتش على دكه البدلاء ما شاركش خالص. يوم 19 فبراير 95 كان ماتش مهم، لان ماتش في الاف اي كاب ضد مانشستر يونايتد في ملعب مانشستر. صحيح الفرقه خسرت 3-1، لكن هو اللي سجل الهدف، وده كان اول هدف ليه. يوم 22 فبراير ضد نادي ايفرتون في ملعبهم كانت البدايه الحقيقيه بعد 90 دقيقه بدون اهداف. أنطونيو بوي فجر الملعب بهدف. يوم 11 مارس 95 هدفين في تشيلسي في ملعبه، ثم بعد كده هدفين في ليستر في ملعبه، منهم جول حلو جدا بدماغه. في الاسبوع ال 35 هاتريك في نادي إبسويتش تاون، والاهم كان في ماتش مهم جدا قدام نادي كريستال بالاس. الماتش ده أنطونيو بوا سجل فيه هدفين، والهدفين دول كان سبب رئيسي ان أنطونيو بوا يخلي ليدز يشارك السنه اللي بعديها في مسابقه اوروبيه بعد غياب كذا سنه. وكان في خبر كويس جدا برضو ان هو في نهايه السنه دي رجع تاني منتخب غانا، شارك معاهم بعد فتره، ومنهم ماتش في نهايه الموسم كان ضد النرويج في النرويج، خسروا 3-2، لكن كان حضوره لسه موجود وقدر يرجع نفسه تاني بعد مشكلته مع يوب هاينكس. وشوف بقى القدر، لما يوب هاينكس اللي مشاه ما يكملش الموسم اصلا ويمشوه، يعني ما حدش كسب خالص من القصه دي. نص موسم ممتاز جدا مع ليدز، 18 ماتش ب 12 جول، وبدا الجمهور يحبه. هيبدا موسم 95-96 مع ليدز مع المدرب اللي مآمن بيه جدا، وفي افتتاح الدوري قدام ويست هام بره ملعبهم كانوا خسرانين 1-0، سجل التعادل بدماغه وسجل هدف تاني بشماله عالمي يوم 21 اغسطس. ده مهم جدا لان ده اول ماتش على ملعبهم في الدوري ضد ليفربول، واليوم ده أنطونيو بوخ قرر يخلي انجلترا كلها تتكلم عليه، لانه سجل في ليفربول هدف عالمي محفور لحد دلوقتي في ذاكره الكره الانجليزيه، هدف على الطاير في الحارس ديفيد جيمس. من كتر قوه الكره تشعر ان العارضه كانت هتتكسر. هدف عالمي. في النهايه بعد الماتش تحيه خاصه جدا من جمهور ليدز لأنطونيو بوا اللي اخذ بسبب الجول ده جول الشهر، ولما اتسال على الجول ده قال ده اغلى جول في حياتي لاني سجلته في ليفربول اللي كنت بشجعهم وانا طفل. ديفيد جيمس حارس المرمى بيقول انا في الاول كنت متضايق ان الجول ده دخل فيا، بس بعد ما اتفرجت عليه عرفت انه كان مستحيل يتصد. بعد غياب ليدز 3 سنين على المشاركه الاوروبيه هيروحوا يلعبوا ماتش في ملعب موناكو في اليويفا كاب، واليوم ده فعلا أنطونيو بوا قدم شو للعالم كله، لان اليوم ده سجل 3 اهداف في ملعب موناكو ضد مدربه اللي كان فايز مع موناكو بالدوري قبل كده جون تيجاناه. سجل 3 اهداف منهم جول عالمي ماركه محمد صلاح دلوقتي من على حافه المنطقه وبيشوطها ارتو في المقص. يوم 23 سبتمبر في ملعب ويمبلدون يقرر يعلي على الجون اللي جابه في ليفربول. المره دي الكره سقطت له على المنطقه، كله طبعا قاعد مستني انه يشوط، هوش واخد الكره على يمينه اللي هي القدم الضعيفه وشاط شوطه بقوه 3000 ريختر كانت هتكسر العارضه. برده جول تاريخي من احلى اجوال الكره الانجليزيه، وكمل الماتش ده بهاتريك واخد مرتين ورا بعض احسن هدف في الشهر. الرقم ده فضل سنين صامد لحد اللي كسره بعد كده جاريث بيل. من كتر قوه شوط يا بوا في الوقت ده كان في حمله اعلانيه معموله في انجلترا بتقول يا بوا شوتس تو كيل، شوط أنطونيو بوا او تسديدات أنطونيو بوا بتقتل. انتقل بعد كده انه يلعب كاس الامم الافريقيه 96 في جنوب افريقيا. الحقيقه انه جاب جول حلو جدا في البطوله دي قدام كوت ديفوار سايد كيك، لكن في النهايه خرجوا قدام صاحب الارض جنوب افريقيا في قبل النهائي، ما كملش البطوله في المركز الثالث والرابع ورجع يكمل رحلته مع ليدز. في نفس السنه دي برضو ليدز يونايتد بقياده يابوا قدروا يلعبوا نهائي كاس الرابطه قدام نادي استون فيلا، وبرضو الماتش ده كان فيه حدث مهم لان كان فيه حمله ضد العنصريه كان بعنوان كيك راسيزم اوت اوف فوتبول وشو راسيزم ريد كارد، يعني اطردوا العنصريه من ملاعبنا، وكان أنطونيو بوا واحد من اللي ماسكين الحمله دي.
في النهايه خسروا الماتش ده قدام استون فيلا. انطونيو ابوا الحظ عنده ان هو يكسب اي بطوله في كاريره. خساره الكاس كانت نهايه للمدرب هاورد ويلكنسون اللي بعد كده مع نهايه الموسم هيمشي، لكن اجمالا الارقام اللي حققها انطونيو ابوا في سنه ونص مذهله. سجل الموسم ده 12 جول في الدوري من اصل 22 ماتش، لانه غاب فترات سواء مع المنتخب او في الاصابه. لكن مع بدايه موسم 96 97 هيحصل تغير في النادي، وهنا النادي هيقرر يتعاقد مع مدرب انجليزي اسمه جورج جراهام، سابقا اسطوره من اساطير التدريب في ارسنال، لانه كسب الدوري قبل كده مع ارسنال مرتين، لكن كان مشي من ارسنال بفضيحه سمسره وتوقف فتره عن التمرين ورجع لليدز. والراجل ده ما كانش حابب انطونيو ابوا، وكان بيقول عليه ترابل ميكر، وقعد اول 14 اسبوع ما شاركش في ولا ماتش. بدا يشارك سنه سنه لحد 15 مارس 97 في ملعب وايت هارت لين. في الدقيقه 77 بيغيروا انطونيو ابوا اللي طلع من الملعب، قلع التيشيرت ورماها، ومن اليوم ده قال لهم انا مش عايزه يجمده. وانطونيو ابوا رد عليه وقال اي ام اوف، انا خلاص همشي واسيب النادي. كان في حزن كبير جدا جدا من جمهور ليدز يونايتد، لكن هو بعد الكارثه دي على طول هيطير مع منتخب غانا يروح يلعب ماتش قدام البرازيل. الماتش هيتلعب في ساو باولو قدام ريفالدو وريفاكو، وكان في خبر حلو ان المره دي هيلبس شورت الكابتن مع منتخب غانا، لكن هو ما كانش يعرف ان الموضوع هيبقى فال شؤم عليه، لان اليوم ده كانت فضيحه جديده لمنتخب غانا بالخساره قدام البرازيل 8-2. صحيح هو سجل هدف، لكن هدف ذكرى سيئه، وده اخر هدف دولي في تاريخه لانطونيو ابوا. 47 ماتش مع ليدز ب 24 جون لحد اللحظه دي، في هتاف مشهور لجمهور ليدز يونايتد بيغنوا لانطونيو ابوا. مع بدايه موسم 97 98 مفاوضات انه يرجع تاني المانيا من نادي هامبورغ. المفاوضات قعدت فتره طويله جدا لدرجه انه غاب اول 7 أسابيع عن هامبورغ في الدوري، لكن هيرجع يلعب تاني في البوندسليجا. المدرب اللي قرر يتعاقد معاه فرانك بيكلزدورف كان مقتنع بيه جدا، رغم ان هو في الوقت ده كان داخل على سن ال 34 سنه. البدايه ما كانتش احسن حاجه، لانه كان بقاله فترات ما بيلعبش، رجع شارك وسجل، لكن اللي قاري المشهد هيعرف ان بعده عن الماتشات دي لازم هيتسبب له في هبوط مستوى واصابه، وده اللي حصل في النهايه. الموسم ده كله سجل 4 أهداف بس، ما كانش احسن حاجه خالص. وكمان يوم 22 يوليو 97 ده كان اخر ماتش دولي لانطونيو ابوا مع المنتخب ضد منتخب انجولا. موسم 98 99 هيرجع تاني انطونيو ابوا يقدم كرة جيده ويسجل اهداف تاني. سجل في الاول حوالي 4 أهداف، بعدين توقف فتره تماما عن التسجيل، لدرجه ان هم بداوا يشغلوا له حاجه اسمها عداد، قعد 1212 يوم ما بيسجلش ولا هدف. لكن يوم 3 ابريل 99 قدر يفك النحس ده بهدفين ورجع تاني لحد نهايه الموسم، سجل 5 أهداف. الاجمالي سجل 14 هدف الموسم ده في الدوري، وده رقم كبير جدا. والمفاجاه انه طلع ثالث هداف الدوري وهو في السن ده. والمفاجاه ان الاهداف دي ساهمت ان هامبورغ يطلع في المركز السابع، وبالتالي هيشاركوا في مسابقه كانت بتتلعب في الوقت ده اسمها الانتر توتو. مع بدايه موسم 99 2000 كان الفريق ده قوامه اكتمل شويه، وقدروا يوصلوا لنهائي البطوله دي. خسروا في النهائي بركلات الترجيح ضد نادي مونبلييه، بس يعني في الوقت ده يعتبر انجاز للنادي ده. والحقيقه ان رغم ان هو في الوقت ده كان سنه كبير جدا، الا انه برضه السنه دي عمل حاجه مميزه جدا. في نهايه الدوري الموسم ده سجل 9 أهداف وعمل 7 اسيست، 16 مساهمه تهديفيه. والمفاجاه هامبورغ في المركز الثالث لاول مره من سنين، وهيرجع بسبب اهداف انطونيو ابوا يشارك في الشامبيونز ليج زي ما عمل مع ليدز يونايتد، بيعمل المره دي مع هامبورغ. مع بدايه موسم 2000 2001 كان عنده مشكله قديمه تتعلق بالضرائب، وده بسبب ان هو لما كان بيلعب في فرانكفورت كان في عقد ما بينه وما بين وكيل اعماله وما بين النادي. العقد ده بسبب حقوق الصور الخاصه بتاعته واخد فيه مبلغ كبير جدا، لكن بعد كده اكتشفوا في الضرائب في المانيا ان حصل تهرب نوعا ما. طبعا المشكله دي اخذت كتير من تفكير انطونيو ابوا في الموسم ده، وفي النهايه اتحكم عليه بحكم مخفف جدا، لان القاضي شاف ان النوايا بتاعته كانت نوايا سليمه، زائد ان هو لا يجيد الالمانيه بطلاقه، لكن مسؤولين فرانكفورت في ناس منهم اخذوا حكم بالسجن. كمان القاضي في النهايه لما حكم كان شايف ان اتعاب المحاماه كانت كبيره جدا عليه، زائد ان ده اخذ كتير من تركيزه، وكان الحكم مخفف وهيرجع يلعب تاني، ولاول مره في تاريخه كلاعب هيلعب في بطوله الشامبيونز ليج. تخيل بعد كل العمر ده اول مره هيلعب في البطوله الاهم، واقعين في مجموعه فيها يوفنتوس وديبورتيفو لاكرونيا، وهيلعب اول ماتش في تاريخه في الشامبيونز ليج ضد نادي يوفنتوس. في الوقت ده كان في زيدان وانزاجي وفاندر سار وديل بيرو. يوم 13 سبتمبر 2000 ده ماتش مهم وتاريخي، لان هو دي اول مره هيلعب وبيلعب قدام فريق كبير جدا. الماتش ده كان ماتش تاريخي، خلص 4-4. انطونيو ابوا سجل هدفين. الماتش كان عصبي وكله انذارات. وكمان في ماتش العوده في ملعب ديلي ألبي قدام يوفنتوس اتطرد منه 2 لعيبه، سجل هدف كمان، يعني سجل في يوفنتوس 3 أهداف. وفي واقعه في الماتش ده ان هو خارج كان حاطط ايده على كتف ادجار ديفيدز اللي اتطرد، وكان عمال بيديله نصايح. في النهايه
صحيح الفريق ما كملش وراح بعد كده لعب في بطوله اليوفا كاب وخرج منها، لكن يظل دي حاجه مضيئه اخيره في تاريخه في نادي هامبورغ او في الكره الالمانيه. كمل الموسم ده في النهايه، سجل بس 4 اهداف وقرر بعديها انه ينهي كاريره في المانيا. راح لعب بعد كده في نادي الاتحاد القطري موسم، ومفاجاه ان هو كسب هناك الدوري والكاس، ودي البطولات الوحيده اللي هو كسبها في حياته. مسيره انطونيو ابواء مسيره عظيمه جدا، حوالي 19 سنه لعبهم كوره. بدا الكوره في شوارع كوماسي لحد ما وصل لاعلى حاجه في الكره الالمانيه، 411 مباراه في كل كاريره ب 194 جون، غير طبعا الماتشات اللي مش مدرجه في اي سجلات اللي لعبها قبل كده في الدوري الغاني. 56 مباراه دوليه مع المنتخب، سجل حوالي 29 جول، لعب كاس الامم الافريقيه 3 مرات وكان على اعتاب انه ياخد البطوله. هداف الدوري الالماني مرتين، اول افريقي يكسب هداف الدوري الالماني، اول افريقي يبقى كابتن في البوندسليجا. رحلته بعد كده ما خلصتش، لانه بعد كده بقى رجل اعمال سواء في كوماسي او في اكرا، عنده اوتيلات ومسميها بمركب اسمه يوجولا، اول اسم اللي هو من يابوا ياخد حرفين وجول زي ما كانوا بيقولوا عليه هناك، فبقى اسمها يوجولا. في 2008 كان رئيس النادي اسمه تشيلسي في غانا، وبعد كده كمان امتلك نادي وسماه بنفس الاسم يوجولا، وبعدين سابه خالص في النهايه. بس عايز تعرف هو قد ايه محفور في اسم مدينه فرانكفورت والجمهور بيحبه؟ ان سنه 2014 طلاب من فرانكفورت في قسم الاتصال البصري قرروا يعملوا مشروع عند محطه فرانكفورت ميرداد، دي محطه بيعدي من عليها كل الناس رايحه شغلها ورايحه الجامعه. نقوا بيت من هناك، نصبوا السقالات وطلعوا فوق، رسموا حاجات بالجرافيتي عليها وش انطونيو ابواء وكاتبين عليها رساله واضحه جدا: نحن نخجل من اي شخص يصرخ في وجهنا. ودي رساله واضحه للعنصريه اللي كان بيحصل مع يابوا في البدايه. يابوا جه افتتح المشروع ده وكان فخور جدا، وكان بيتكلم انه ازاي ان الرياضه المفروض تقرب الناس، وان المفروض ما يبقاش في ناس وسطينا بيعملوا كده وبيعنصروا على لعيبه الكوره، وان لو الحمله اللي احنا عملناها دي فادت بس 5 أو 10% انا هبقى مبسوط جدا. البيت ده اسمه انطوني يابوا هاوس، ده موجود في فرانكفورت، وانت رايح وانت جاي لازم تشوفه قدامك. سنه 2020 لما ليدز يونايتد صعد من الدوري الدرجه الثانيه للدرجه الاولى، الجمهور اتجمع وكلموه عن طريق سكايب. وسنه 2022 لما فرانكفورت فازوا باليوروبا ليج برضه احتفلوا مع انطونيو ابواء. يورجن كلوب المدرب الكبير لما اتكلم على انطونيو ابواء قال انه واحد من ابرز اللعيبه اللي اثرت في الكره الالمانيه، وهو اول مهاجم يجي بالجوده دي بعد جيرد مولر، وكمان كان رساله واضحه للعنصريه في وقت ما كناش بنقدر نعبر زي دلوقتي على السوشيال ميديا. الحقيقه يا ابواء مثال للشخص اللي عنده تحدي واصرار، شخص بدأ وحارب ودخل زي ما بيقولوا كده عش الدبابير، دخل معقل العنصريه ودخل، بس كان بيحارب كل ده بحاجه واحده بس، كان بيحارب بالاجوال بتاعته. انك جمهور النادي اللي انت بتلعب فيه يعمل عليك اشارات عنصريه ويرموا عليك موز وانت تقدر تقنعه بنفسك بتسجيل الاهداف، دي حاجه مش سهله. هداف الدوري الالماني مرتين، كابتن في البوندسليجا، ما كانش محسوس كفايه زي ما قابل مدرب زي اوتو فيستر في نهائي كاس الامم حرمه من شرط الكابتن وكان ممكن يكسب البطوله، وما كانش محظوظ مع يوب هاينكس وجورج جراهام اللي ما حدش يعرف هم عملوا معاه كده ليه، بس ممكن تبقى عنصريه مستخبيه. العنصريه اثرت عليه في المانيا وفي انجلترا، والقبائليه والشلاليه اثرت عليه في منتخب غانا، لكن كان دايما بيقدر يواجه ده بشخصيته العنيده وبجاله في الملعب. المعلق التاريخي عصام الشوالي عنده جمله شهيره جدا، كان دايما بيقول العبره بالخواتيم. لما تيجي تمسك الكلمه دي هي تنطبق جدا على عبيدي بيليه، احسن لاعب في افريقيا 3 مرات مع منتخب بلده، وكسب كاس الامم 82 وعمل اكتر حاجه ممكن لعيب يعملها، كسب الشامبيونز ليج مع اولمبيك مارسيليا. الكلمه دي لما تيجي تمسكها على انطونيو ابواء ممكن ما تعرفش تمسكها قوي لان هو ما حققش بطولات، لكن تقدر تقول ان هو كان شخصيه حماسيه، شخصيه عنيده، قدر يحقق انجازات مش ملموسه قوي لكن انجازات. قدر يكسب هداف الدوري الالماني، ساب لنا عدد كبير جدا من الاهداف، يمكن مش كل يوم تقدر تشوف لاعب بيجيب اهداف شكلها حلو. الراجل ده كان ليه جوال كتيره جدا شكلها حلو. يكفي اقول لك ان جمهور فرانكفورت لما بيجي يتكلم عليه عندهم جمله شهيره بيقولوا عليها ويتنس دا يوبوا، يعني احنا حضرنا وعاصرنا انطونيو ابواء. في قصه بتتقال في اوساط جمهور ليدز ان انطونيو ابواء هو اللاعب الوحيد في عز البرد في المدينه دي اللي كان بيخليهم يطلعوا ايدهم من جيوبهم ويسقفوا في الملعب من كتر ما الجوله كانت حلوه. بس دايما افتكر انه رغم انه ما حققش ارقام كبيره وممكن ما كانش عنده العبره بالخواتيم، لكن افتكر انه قعد يشتغل لحد ما في فرانكفورت بنوا بيت اسمه انطونيو ابواء هاوس. كل اللي رايح وكل اللي جاي هيشوفه. انت كمان تقدر تشتغل لحد ما تبقى انطونيو ابواء. كل ما تيأس في حياتك افتكر ان في واحد دخل في معقل العنصريه وهزمهم، بس هزمهم بجوان. يمكن لو حبيت الخص الحلقه دي هقول حاجه واحده بس: كثيرون حول عبيدي بيليه لانه كان هو الاسطوره، وقليلون حول انطونيو ابواء. انطونيو ابواء اسطوره غانا المنسيه، انطونيو ابواء الذي هزم العنصريه باهدافه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، اشوفكم الفيديو اللي جاي.